حد يشوف لي اي اكياس كده موجوده هناك مثلا صف كيسين صغيرين كده اي حاجه. ولا خلاص يا رجاله، خلاص يا رجاله انا جاهز معايا حاجه. طبعا المفروض الرصاص بيبقى له زي حافظه كده، يعني الموجود المتاح معانا بقى. لازم يبقى معاك اكياس بلاستيك كافيه، بتعوزها في اللبس، بتعوزها في حاجات كتيره جدا، بتعوزها لما بتخلص بتبقى الحاجه بتاعتك مبلوله، بتبقى انت عايز تحفظ الشنطه بتاعتك عربيتك، فلازم يبقى معاك عدد متوفر من اكياس البلاستيك. ده عملي جدا ومش عملي جدا. يعني ايه عملي ومش عملي؟ عملي مع واحد بيعرف يستخدمه عشان ممكن تقع الرصاص بتاعك، تتحكم في نفسك تحت وجوه. ومش عملي طبعا مع واحد بقى ايه، يعني انت اول مره هتستخدمه خلي بالك، لان الموضوع ممكن في اي وقت السكوتش ده ما يبقاش متامن جامد والرصاص يقع. الكمبيوتر مهم جدا، الساعه مهمه جدا عشان التايم بوتهم وعشان تعرف مواعيدك وشغلك وانت معاهم بقالك قد ايه والكلام ده كله. لان معظم الغطاسات دلوقتي بقى لها تايم، يعني انت الغطسه لو قلت عن 20 دقيقه ما تعتبرش غطسه، صح يا رجاله؟ وبالغطسه النايت دايف قلنا ليها دلوقتي على عمق كام؟ على عمق 15 ما تزيدش عن نص ساعه. فكله تايم اهو، انت معكش كمبيوتر فلازم تبقى انت عارف الايه؟ الحاجات دي كلها مهمه جدا. معظم البدل بتلاقوا السوستة خلفي، لكن في بعضها بيبقى امامي. تعرفوا من التيكت بتاع المواصفات بتاعت البدله. في حد ممكن يساعدك في البدله وممكن ما تساعدش، محدش يساعدك لو انت برضه عارف ازاي تمسك ده كده اهو اهو وتنط لفوق وتقفل. طبعا كل دي من الممارسه هتفهموا الحاجات دي وهتعرفوا ايه تعملوها، مفيش اي مشكله. تمام يا رجاله؟ عندنا السكوبا دايما بتطمن على هواك وتطمن على حاجتك، وانتوا عارفين دي ووريتها لكم اهو. برضو ما نبقاش انا نصحتكم بحاجه وما بعملهاش. وارجع السنه اتاكد ان السربات راكبه اهي، ودي مفكوكه طبعا. ليك طريقتين حد يساعدك، وليه طريقه، وده طبعا ما يعديش فوق كده عشان ما يخبطش في راسك، وليك طريقه ترفعها، احنا بنقول امريكان بس هي طريقه يعني ايه تعودنا نسميها كده. طبعا لما تيجي تربط ده لازم ده يكون برجليك، تمام؟ الحاجات المدليه دي طبعا بتبقى في الجناب كده سيفتي عشان لو حركت الاسطوانه في جنب، وهنقعدوا فتره نشرحه. تلم ده كده كده اهو، ودي تبقى ملقاها بالشكل ده كده اهي. تمام يا شباب؟ تمام؟ انا عارف ان الفيديو هيطول صح؟ 5 دقايق هات ونص. الميه وهات الشباب واحنا شغالين كده من غير ما يتكلموا. هات عليا على البوكت. البوكت برضه من مميزاته ان انت بتحمي البدله بتاعتك، تمام؟ انت بتحمي ايه؟ البدله بتاعتك. ده بالنسبه برضه الناس اللي بالنسبه للهلمت انواع، في بيبقى حراري يا جماعه من جوه، بيبدا من 3 مللي، في سمعت 1.5 بس ما شفتوش، اعرف 3 او 5. في بيبقى الهلمت في البدله نفسها مش عارف حد لابس مفيش، وفي الهلمت بيبقى لوحده زي كده. يفضل طبعا الهلمت بعد ما تلبسه بتدخله توسع بدلتك وتدخله فين؟ وتدخله جوه البدله اهو. طريقه لبسه طبعا بتيجي لابسه بشده اهو مره واحده، مكانه بيبقى عند منبط شعر كده، تدخله طبعا في البدله زي ما اتفقنا اهو. صوت القطر اللي هنتحرم منه بقى لما المترو يشتغل، وقلنا دي اهي. تمام يا رجاله؟ بتبقى طبعا كل حاجتك بتبقى قايسها
وظبطها. طريقه لبس الاسترابات، في ناس تفكها خالص تمام، طبعا بيحافظ، وفي ناس تقول لك خليها وخلي الاستراب بتاعها. نوريكم الطريقه دي ودي. دي الطريقه اللي اهي، دخلت رجل اهي، جبت الاستراب بتاعي، ضغطت، سمحت التكه، وسعت ضيقت حسب ما انت عايز. الطريقه الثانيه اهي الكليبس اهو هنا، اهو لازم يبقى تحت، انا اسف ليه؟ لو فوق دخله زي اهو، دخلت طبعا لازم تبقى موسعه. استعد، البس معدات اهو، هات بالكاميرا وشد كده ورا وضيق. دي طريقه تمام. طبعا هتلبس سكوبا، يبقى ده اهو السكوبا الاول، اوطي، داخل دراع تاني، امسك من فوق، انزل واحده واحده، معليش انا واقف السكوت. اهو السكوت، الهواء بس كتير وانتوا عشان يجي معايا. باجي من تحت لفوق وسط اهو، من تحت لفوق صدر، احط بالكاميرا اهو. بعد كده احط ايدي في الاستراب ده اهو، وده هنا ده طبعا اهو، لو ليه مكان ممكن اخليه فيه. المهم ضيقت وظبطت. ده بيبقى له كذا حاجة، ممكن مؤقتا كده لازم يبقى واضح. وده طبعا لو وقع بتجيبه اهو. طريقة اهي زي ما قلنا اهو، ارفع على اتجاه الرجل الثاني لو في حد سند عليه تسند، واجي كده واركب. لكن دي ستراب اهي، خد زمايلك تركز عليا انا، خد زمايلك ان شاء الله بالجسم انتوا على بعض. حركه طبعا بالظهر، المعلم بينزل الاول وبعد كده السود، انا هنزل وبعد كده تصطفوا. خد زاويه يا كابتن احمد، دوس الميه، خد زاويه يا كابتن. الكاميرا فين؟ ايوه معاك يا دكتور. خد زمايلك، ستوب، ستوب.